أفريقيا تخضع لملوكها. أفريقيا تخضع للنادي الأعظم والأوحد في القارة بأكملها. أفريقيا تخضع للملوك. طبعا بقى احنا عارفين كل الناس اللي قعدت تحزق وتزيط قبل مباراة الأهلي والوداد، واللي قعدوا يدعموا الوداد، سواء بقى زملكاوية ولا اسماعيلاوية ولا من بورسعيد، يعني طبعا صحهم طرب. يعني ادعم يا اسطى براحتك يا اسطى، وخليك في الوهم، واحنا هنقدر نكسب أفريقيا عادي، والتاني وتالت ورابع، وهنفضل ملوك القارة. المهم، اهم حاجه في المباراه النهارده الروح والعزيمه بتاعت الرجاله، رجاله الاهلي اللي جابوها من قلب كازا، رغم بقى الجمهور هناك والحكم والاجواء اللي هما كانوا فيها والتوتر وكده، رغم اللي هو استقبلوا هدف بس قدروا يرجعوا، وكان في كذا فرصه كان قدامنا حتى نكسب هناك في كازا. بس هو على العموم هو كان اداء جيد، واول بطوله للسير كولر افريقيه في اول موسم ليه، وجايب 4 بطولات أفريقية في مدة يعني حوالي 270 يوم وحاجة، يعني 270 يوم أو في المتوسط ده يعني عامة. وبإذن الله باقي البطولات لينا. وطبعا خليك في الوهم، واعرف حجمك كويس، واعرف إن الأهلي هو سيدك وعم القارة بأكملها.